الدم في جسمك هيقل، فالاكسجين مش هيوصل كفايه للمخ. احنا ليه بنصدع لما الميه تقل في جسمنا؟ الميه تقريبا بتكون 60% من وزن جسمنا، اكتر من نص جسمنا عباره عن ميه. دي بتزيد جدا في الاطفال او حديثي الولاده، بتوصل ل 80 او 75%، وبتقل في كبار السن لحد ما توصل 50%. المخ لوحده حوالي 75% منه عباره عن ميه. واهميه الميه غير ان هي بتكمن ان هي بتكون جزء اساسي من اي خليه في جسمنا، هي ليها فوائد كتير تانية غير دي، زي مثلا تنظيم درجه الحراره، زي مثلا حرق الدهون وحرق البروتينات في جسمنا، والتنظيم والعمليات الحيويه. بيحصل بالظبط برضو لما الميه تقل في جسمنا، كان المخ تقريبا 3/4 ميه، فهو حساس جدا لاي تغير بسيط في الميه او نسبه الميه في الجسم. التغير ده بيوصل لتقريبا 1 أو 2% بس من نقص الميه، كفيل ان هو يخلي المخ ستيميوليتد علشان ينبهك ان الميه ناقصه في جسمك. ده بيحصل بميكانيزمات مختلفه، اهمها ان لما نقص الميه تقل، الدم في جسمك هيقل، فالاكسجين مش هيوصل كفايه للمخ، غير ان الخلايا هتشرنك او هتقل في الحجم وهتتمر، والمخ هيتمر نسبه بسيطه طبعا، خلي الاغشيه المحيطه بالمخ اللي هي المننجيز تتاثر، هو هيجيب لك صداع وهيخليك تحس ان انت عايز تشرب ميه. طريقه من جسمك ان هو ينبهك ان انت لازم تشرب ميه عشان تعوض النقص او الفقدان ده. سبحان الله، اي تغير بيحصل فينا جسمنا بينبهنا وبيحذرنا من اي حاجه تحصل هتضر.